وراء كل عظيم امرأة. لكن القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي كانت عكس المقولة دي. القصة جاية من قيمة شهر واحد تقريبا، بس كلها عبرة ومواعظ. بنتكلم عن كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية قوة اقتصادية عالمية، وأشهر حاجة عندنا هنا في مصر العربيات بتاعتها طبعا منتشرة في كل شوارع مصر. كوريا الجنوبية حصل فيها الشهر اللي فات موضوع يعني ملفت للنظر. أكتر حاجة لفتت نظري فيها القصة إن الرئيس الكوري يون سول يول، وديت عمره 56 سنة، مواليد 18/12/1960. الراجل ديت بصراحة يعني عمل موقف يمكن أول مرة يحصل في تاريخ كوريا نفسها. لكن هو متجوز من مين؟ متجوز من كيم كون هي، ودي عمرها 52 سنة، مواليد 2/9 سنة 1972. المشكلة اللي حصلت إن مرات كيم، اللي هي مدام كيم كون هي، طبعا الأسماء زي ما انتم شايفين يعني مش متعودين عليها، ديت بيطلقوا عليها في كوريا مايكل جاكسون كوريا الجنوبية من كتر عمليات التجميل. لكن مش ده موضوعي. ديت استقبلت هدية واتصورت في التلفزيون وهي بتستقبلها، عبارة عن شنطة ديور تمنها $2200. القوانين في هناك بتمنع على المسؤولين ان يستقبلوا اي هدايا اكتر من قيمة $750. المعارضة طبعا اصطادت الموضوع بسرعة وقلبت الدنيا، وابتدت تتكلم ان هي خلفت ولازم تحقق مع الرئيس وتحقق مع مراته. وابتدى الموضوع يتصاعد. فهو عشان يخرج من المأزق وقع في مصيبة أكبر. عمل إيه بقى؟ إن هو أخد بعضه وفكر إزاي يخرج من القصة دي، ففرض الأحكام العرفية جوه كوريا الجنوبية. وطبعا كان موضوع غريب جدا إن يعمل الأحكام العرفية، وابتدى يتهم يعني الناس في الحكومة وفي البرلمان إن هم على اتصال بكوريا الشمالية، وإن هم ده في خطر على البلاد. وهنا وزير الدفاع نزل الجيش ونفذ الكلام اللي بيقوله. لكن المعارضة ما سكتتش. المعارضة حاولت تدخل البرلمان بأي طريقة، وهو حصر البرلمان. ومع ذلك ابتدت المعارضة تنجح في إن هي لقت مكان تخش منه وتاخد قرار بوقف كل قرارات الرئيس. وليه؟ لأن هو هناك الدستور بيديلهم الحق إن يمنعوا قرار الشعب مش عايزه. في ديمقراطية حقيقية يعني. ونجحوا إن هم يوقفوا قراراته، وزادت الدنيا وابتدت الناس تتكلم بقوة إن ده مخالف للقوانين بتاعتهم. ومع الضغوط الشديدة وزير الدفاع قدم اعتذاره وساب منصبه. وبعديها مفيش كام يوم الرئيس الكوري نفسه وقع في المحظور، ولقى نفسه محاط بكل انواع المعارضه. ومن هنا اتقدم باستقالته واعتذاره للشعب الكوري. ودي قصه بتبين قد ايه الدول الديمقراطيه ديت بتتقدمش من فراغ. في حريات جامده جدا في البلاد دي. وسقط الرئيس بتاعه بسبب شنطه. تخيلوا الأحكام العرفية اتفرضت بسبب شنطة حريمي. طيب يبقى وراء كل عظيم امرأة ازاي؟ دي جابت داغ الراجل. تحياتي ليكم.